السلام عليكم. اليوم راح ندير لكم طريقة حشو كيكة بغاناش مونطي بخاليني كراميل وبالجوز ومغلفة بالغاناش مونطي وشوكولا بلون. دونك نجيب هاد الشكل من الداخل، تجي بزاف بنينة. تبعوا طريقة بزاف سهلة. دونك انا هنا راح ندير حشو وتغليف في نفس الوقت بهذه الطريقة. دونك خديت ان سيرسو قالب يجي مفتوح من الجهتين. دونك غلفت الجهه بلو بابي فيلم اليمونتير. دونك درت واحد 3 ورقات هكذاك باش نتاكد بلي الكريمه ما تخرجليش. وهنا راح ندير يعني تغليف وحشو عكسي. دونك السطح تاع الكيكه هو اللي راح يكون هنايا القاعده، ومن بعد نقلبها فيما بعد. بالنسبه للمقادير وطريقه التحضير راح نخلي لكم كامل الوصفات تاع لا جينواز ولي غاناش مونتي في صندوق الوصف بكل التفاصيل. دونك راح ندير لكم مباشره طريقه الحشو والتغليف. دونك هنا درت في الاول لا غاناش مونتي وشوكولا بلون. درت طبقه لبس بها في القاعده. وهنا دائما كي تكونوا تخدموا طلعوا لا غاناش تاع التغليف طلعوها مليح في الحواف باش ديروا الحشو ديالكم باش ما يخرج لكمش فيما بعد. دونك كيما قلت لكم درت لا غاناش مونتي او شوكولا بلون في القاعده، حطيت فوقها لا جينواز، درت انا اون جينواز او شوكولا. فوالا درت لها لو سيرو كيما راكم تلاحظوا. ومن بعد راح ندير غاناش الحشو اللي هي غاناش شوكولا بلون بخاليني. ومن بعد درت لها كميه تاع الجوز. دونك الجوز كنت كسرته بشكل عشوائي وشنو شويه خشين. ودرت لها كميه تاع نسلي كراميل، دونك حليب مركز محلى كراميل. ودرت لها شوكولاته للطلي تاع الوجدان. ومن بعد درت كميه تاع لا غاناش مونطي بخاليني. ومن بعد غلقت باللا جينواز وراح ندير نفس الشيء بالنسبه للثلاث طبقات. دونك كيف ندير السيرو ومن بعد ندير لا غاناش مونطي وشوكولا بلون في الحواف نطلعها مليح وندير الحشو، وهكذا حتى نكمل كامل لي كوش اللي عندي. دونك بنفس الطريقه كيما درت لا بروميير. وهنا ننصحكم ما تكتروش بزاف الكراميل. دونك لاحظوا انا ما درتش يعني طبقه خشينه تاع النسلي كراميل، لانه الا كترتو منها دونك دان كوتي راح تجي تقهم ودان اوتر كوتي يعني الغيسك تخرج لكم في الجوانب. وهنا لاحظوا راني راح نجبد شويه هنايا لا جينواز بلا فورشيت هذيك باش ندير كريمه التغليف في الجوانب ديالها. ودائما نطلعوها بهذه الطريقه باش نديروا الحشو باش نتاكدوا بلي الحشو ما يخرج لناش. دونك كيف ندير لو سيرو، ندير كريمه الحشو لا غاناش مونطي وشوكولا بلون براليني كراميل باتا تارتيني والجوز، ونكمل نغطيها بالطبقه الاخيره تاع لا جينواز. هاد الكيكه صدقوني تجي بزاف بنينه. والجوز واش يعجبني فيه انه يقعد يقرمش ميمسي يتخلط بالكريمات، يعني يقعد يقرمش ماشي اوبليجي ديرو ان برالين ولا ان براليني ولا طبقه مقرمشه. دونك الجوز يعني راح يكفي. وهنا كملت درت لو سيرو من الفوق. ومن بعد حكمت ان كوبات هدايا ولا اون ليسوز اون بلاستيك وجوزت بخط كما يقولوا زاويه قائمه على الكيكه باش نمسح مليح الحواف تاع لا كريم تاع لا غاناش مونطي. ومن بعد راح نحطها على الاقل ساعتين في المجمد. اللي تحب تحطها ليله كامله تحطها ليله كامله. دونك درت لها هذاك لو كارطون من تحت باش يعاونني فيما بعد باش نتحكم فيها كيما نحب. وهنا راح تلاحظوا يعني بعض الفراغات. دونك دائما تخلوا كميه تاع الكريمه
لاحظوا كيفاش تعمروا هذوك الفراغات يعني غابيدمون و في الجوانب تاني وتجوزوا لا ليساج يعني طريقة بزاف سهلة. وهنا يكون عندكم كيكة محشوة ومغلفة في نفس الوقت بأسهل طريقة. أنا هذه هي الطريقة اللي وليت نعتمدها يعني مؤخرا، يعني تجي سهلة وسريعة، خير ما نقعد بالصحن هذاك اللي يدور ونقعد نليسي ونعاود tout ce qui s'ensuit. donc je préfère نوتيليزي هاد لا ميثود، تجي بزاف سهلة وسريعة وما تاخدش بزاف الوقت، يعني تمتم لا غاناش مونتي تشد في المجمد. ولكن بيان سور هنايا تستعملوا لا غاناش مونتي، لانه الا استعملتوا كريمه واحده اخرى كيما لا شونتي ولا لازم لها مده اطول في المجمد باش تحكم روحها. تقدروا تستعملوا هذه الطريقه بصح راح يعني تخلوها لمده ليله كامله، زوج سوايع ما يكفوكمش باش لا شونتي تحكم روحها مليح. وهنا بعد ما كملنا العمليه دوك راح نرجعوا في المجمد لو طون نخدم لا غاناش ديالي. دونك هنا لا غاناش راح نخلي لكم المقادير تاعها. درت كميه تاع شوكولا سوداء، استعملت امباسادور مع كميه تاع لا كريم ليكيد، ذوبتهم او بان ماغي وزدت لهم شويه تاع مارغرين ودرتهم في هذه الاداه وراح ندير لو دريب تاعي. بعد ما نكمل ندير لو دريب هدايا في الجوانب، كملت حكمت البقيه تاع لا غاناش وحطيتها في الوسط وسقمتها بلا سباتول. دونك بديت نسقمها هنا بالملعقه ومن بعد شويه بلا سباتول. دونك هنا ماشي شرط تجيكم مستويه سوا لانه راح تتغطى بالديكور، دونك ما راحش تبان. بالنسبه للديكور دونك كميه تاع كريمه الغاناش مونتي او شوكولا بلون اللي خليتهم راح نزين بها من الفوق. هنايا في الجوانب من التحت درت لافيتين دونك بهذه الطريقه ومن بعد نحيت الفائض. وهنا استعملت اون دوي مسننه ويجو الاسنان ديالها رايحين قباله، هي اللي راح تمد لكم هذا الشكل. ومن بعد حكمت دي فيغيرو روشي دونك حطيتهم بهذه الطريقه، زينت بهم كامل يعني توتو من الفوق. وعندي هاد لي بتيت بول اون شوكولا يجو يقرمشو شوكولا غوفريت بزاف بنات، تقدروا ميم تحطوهم في الحشو تاع الكيكه. فوالا عندي هاد لو بتي بالون دونك حطيته في الوسط. فوالا هاي ليك الكيكه تاعنا، جيسبر كو الطريقه تكون عجبتكم. الى اللقاء في وصفات وافكار واحد اخرين ان شاء الله.